ستات لا يا ساكا، ستات لا، وانت برضو ما بتسمعش الكلام. انا مجرد ما شفت صورته دي قبل الماتش قلت خلاص كده ساكا كده بالسلامه. وجاب الست نقط ب 12 نقطه كابتنه. ناس بقى قعدت تحاسبن عليا، قلت لكم اصبروا اصبروا، الخير جاي الخير جاي وهالاند هيخيش. الناس ما صدقتنيش. نيجي بقى الحمد لله ونشكر ربنا ونقول الحمد لله على ال 12 نقطه بتوع ساكا، لان هالاند جاب 8 نقط. خرج بين الشوطين. يعني تقريبا كان حصلت له إصابة في الفخاد. يعني اظن الناس اللي بتتحدى عبد الرحمن، يعني ده راجل بركه، انا راجل بركه. يعني انا دايما لما بتمنى ان اللاعب ما يجيبش ما بيجيبش الحمد لله، ما عدا بس الخوازيق اللي عندي على الدكه. فيعني اظبطوني. يعني انا عندي اهو توني قعدته دكه، اول مره قعدوا دكه راح جاب جون، كل جولاته معايا ما بيجيبش. فانتوا ايه لو عايزين نبيعه؟ انا قناتي 1344، 1400 يوم الخميس او الجمعه بالكتير قوي هروح بايعه. غير كده هفضل سايبه اساسي وهخليه يبطل كوره وينسى الكوره كلها. فاظبطوا لي لايكات، السبسكرايب، والشير لاصحابكم، ويلا بينا نتكلم عن الجوله دي. الجوله دي لهذه الاسباب انا سميت القناه صياح الفانتزي. القناه دي انا مسمي صياح الفانتزي للجولات اللي زي دي. جوله كلها خوازيق، كلها عارف داخله كده بظهرها كده عليك، وبتقول لك مش هتاخد نقط يا فقير، مش هتاخد نقط. انت فرحت الجوله اللي فاتت، مش هتفرح الجوله دي. نبدا كده بخوازيق جوارديولا او هابديولا. يعني بيقعد لي اكانجي واكي اللي هم افضل اتنين مدافعين عنده وما قعدوش خالص، ما قعدوش ابدا. ونصحت بيهم بقى وانا قلب جامد، الاتنين ما لعبوش ونزلوا ايه دقيقه. اكي نزل دقيقه واكانجي نزل شوط، حاجه جميله جدا. بس الحمد لله انا دعيت عليه انه يلبس جون، وبالفعل لبس جون. الحمد لله انا مبسوط بالجون اللي دخل فيه. في الناحيه التانيه هالاند الناس قاعده مستنيه منه حاجه، والحمد لله والحمد لله انها ليا مصداقيه. قلت لك كابتن ساكا، وانا مطمئن، وقلت ان انا حاسم قراري. اهو هالاند النهارده، على فكره مش قلت لكم هو مش وحش، هو مفيش فرص بتجيله النهارده. هو الفرصه الوحيده اللي جات له ما كانتش شبه انفراد، يعني هو يا دوبك عمل عرضيه جون، ده الاسيست اللي عمله. غير كده مفيش اي فرص جات له. كانت في كوره مثلا قلشت مع رجله كانت في ركنيه، غير كده مفيش. حتى ضربة الجزاء ما اعرفش هو اداها المحرز ليه، بس هو تلاقي جوارديولا حس بيا قال بقى ما يعني مش هنعذبه اكتر بكده، لو كان جاب جون كنت هنزل جامد. فالحمد لله. يعني بالنسبه بقى الناس اللي مكابتنه هالاند ومتربلاه، وبالذات الناس اللي اتريقت على تربله راشفورد، قالوا لي انت فرحان بالست النقطه اللي جابهم راشفورد. اشوف بقى هالاند هيعمل ايه. او هالاند عمل ايه؟ 12 نقطة واتصاب دلوقتي في خاده، وما اعرفش هيلعب ولا لا. ربنا يشفيه. انا شخصيا ما انا اصلا عايز كابتن الجولة الجاية، بس انا يعني بس بعرفك ان انت ما تقعدش تتنك وتتنطط بقى والشغل. 100 نقطة وحشة قوي للتريبل، 150 نقطة وحشة قوي للتريبل. يا عم اركن بقى على جنب بقى، يا عم اركن بقى. آه ده بالنسبة لماتش السيتي. ماتش يونايتد وايه، وكانت خوازيق جامده قوي. انا قعدت شو دكه، وانت هتقول لي لا ده شو يقعد دكه ليه؟ يقعد دكه ليه؟ الماتش اللي فات من يومين لسه لابسين جونين من ليدز على ارض يونايتد، ده مبدئيا. تاني سبب اهو النهارده اهو، ليدز اللي ما شافش الماتش اتفرج عليه. ليدز كانت يعني بتهين يونايتد هجوميا يعني. عاملين كمية فرص غير طبيعية. دي خيال النهارده كان سوبرمان صد 6 7 كور، غير الفرص اللي هي ضاعت، اللي هي كور راحت بقى من بره او كده. ضيع فرص كتير جدا وانفرادات، وفي ضربة جزاء ما اتحسبتش الليدز. ولا الهوا ولا الهوا. وفي الاخر يونايتد الحمد لله راشفورد جاب. برونو فرنانديز العرة، اللي هو اسوأ قرار عملته، اللي هو ان انا كنت عايز اجيب محرز بدل برونو. محرز تألق النهارده والله، وانا قلت لكم ان محرز هيتألق بس لو لعب. ما انا ما اضمنش اي حاجه مع هابديولا ده. والله محرز لو جاب سوبر هاتريك معاه عادي ممكن يقعدوا الماتش التاني. فانا شخصيا يعني ندمان جدا اني ما عملتهاش. برونو النهارده ضيع انفراد ما يضيعش، يعني لو طفل كان هيجيبه جون. فيعني ها الحمد لله. شو بيعذبني بره ب 12 نقطة. يعني هو الدقيقتين يعني قعد تلت ساعة لعب باك شمال، جاب فيهم اسيست والكلين طبعا والبونص وكل حاجة. راشفورد ملوش بونص معرفش ليه. ندخل بقى على اليوم اللي قبليه، نيوكاسل وبورنموث. انا قلت بعد الجوله الجميله بعد ما بدات ودخلت بظهرك، قلت نيوكاسل هتضيع الكلين، وبالفعل الكلين ضاع من لاعب يعني مدافع ما جابش جوان في حياته. جون راح الكلين، والميرون عاد من الموت وجاب جون.
يعني انا قلت لك هي جوله غريبه. يعني ده قبليها برضو ماتش برايتون وكريستال بالاس، في ناس كانت جايبه مدافعين من برايتون لبسوا الجم من كريستال بالاس، ناس كانوا جايبين بقى ميتوما، راح مارش جاب. ما هو الجوله دي لازم اللاعب اللي انت مش متوقعه هو اللي هيجيب. فهي الجوله دي هي كلها كده، هي كوليكشن كده على بعضه، يعني بجد والله. آه نيوكاسل كده بتتعادل، مقضيها تعادلات، ونفس الكلام برايتون وكريستال بالاس اهو تعادلوا مع بعض. ندخل بقى على ارسنال وبرنتفورد. ارسنال وبرنتفورد، ارسنال خلاص رجعت تاني لايام زمان، فيتامين عين، ها اللي مش عارف فيتامين عين. ارسنال رجعت لايام زمان، الايام زمان بتاعت ان احنا نخسر ماتش، نجيب الخساره اللي بعديها، نتعادل اللي بعديها، نخسر اللي بعديها، عارف بقى نعمل سلسله لا فوز. هو ارسنال كده داخل خلاص في السكه دي، انا عارف هو ده ارسنال. بيعملوا ماتشات قمه الامتاع ويفضلوا يعني كانوا متصدرين الدوري من اوله، فجاه كده خلاص اسبوع واحد الدوري هيروح منهم. هم لو خسروا من السيتي خلاص السيتي هيركب اول. يعني انا شخصيا متضايق عشانهم، رغم ان انا مش ارسنال، ليه مش بشجع ارسنال، بس يعني انا فعلا بحبهم. فيعني اتمنى ان هم يعودوا. وهم مجرد ما سمعوا ان احنا جبنا 3 لعيبه منهم خوازيق بالجمله، ساكا اسيست بالعافيه، اوديجارد ما عملش حاجه، مارتينيلي بقوه يا جماعه. الناس اللي جايبه مارتينيلي دي مش عارف ايه، تروسارد هيركب عليه، وشوفوا الماتشات الجايه تروسارد هيلعب اساسي عليه وهتشوف. آه بالنسبه يعني لبرنتفورد، كان جون حرام اساسا، جون توني ده حرام وكان تسلل، والاتحاد الانجليزي بعت لارسنال اعتذار ان الجون ده كان تسلل. يعني بس هو جابه عشان هو على الدكه عندي، هو لو كان اساسي عندي كان هيتلغى وكان هيشتم الحكم وكان هيطرد. فانت اظبطني السبسكرايب لو عايزين نبيعه، بس انا مش هقول اكتر من كده. فولهام ونوتنجهام فورست، متروفيتش بيعملها مع الناس كالعاده وما عملش اي حاجه. وبريرا المحترم انا نزلته اساسي، عمل لي اسيست الحمد لله، احسن من ما فيش. ليستر وتوتنهام، يعني مش عارف انا، يعني كان على طول كان بيجيب فيهم، وجابوا جون في بدايه الماتش توتنهام وليستر دفاع عمالقه. مش عارفه توتنهام بقى نسيت الكوره بعد الجون اللي جابوه، وليستر بقى كله ماديسون عمال يجيب ومش عارف، وبارنز وهيناتشو. هيناتشو ده انا عمري ما هنصحك بيه بجد والله، لا لاعب عره يعني، ما تثقش فيه عشان جاب جوان في ماتشين. هو بيجيب جوان كده في 3 4 ماتشات كل موسم وبينسى الكوره بعديها او بيتصاب يعني. ساوثهامبتون وولفرهامبتون، ماتش عيانين مع بعض، ماتش عيانين مع بعض. كان ممكن ولفرهامبتون تطلع كلين، بس يعني الاحداث اللي حصلت، الطرد والحاجات دي، بس فرقه ساوثهامبتون دي مش فرقه، فانا شخصيا هلعب اي حد بيلعب ساوثهامبتون عليها، وممكن اكابتنه كمان. واول ماتش بقى في الجوله كلها، تشيلسي وويست هام. كلين كيبا راح من كوره كده، والله حاسسها كوره طايشه من ايمرسون كده، كانت رايحه له كده في السكه كده وجت. هما ما ضيعوش اي فرص تقريبا ويست هام. هو كوره يعني كيبا صدها، غير كده ده الجول بس. السلام عليكم، السلام عليكم. جواو فيليكس جاب جون، وجاب جون تاني واتلغى، وهافرتس جاب جون. هافرتس ده مش لاعب كوره. نيجي بقى على جواو فيليكس، لاعب خرافه يا جماعه، اللاعب ده يعني ممتاز جدا، وانا شخصيا هجيبه. انا على طول بقول لك ما تجيبش لعيبه من تشيلسي، بس ده ريسك بعمله مع نفسي، هنصحكم بيه في حاله النصايح ان شاء الله. بس مش هتك عليه قوي، عشان انا زي ما بقول لك انا مش باثق في بوتر ومش عايز اخزوقك معايا، بس انا شخصيا هدوس مع الخازوق ده وهجرب. لان بصراحه جو فيليكس يستاهل، وسعره حلو 7.5، وبجد هو من اول ماتش اتطرد فيه، وانا قلت لكم هنا ان هو لاعب شكله هيعمل شغل عالي قوي مع تشيلسي، وبالفعل هو عامل شغل جامد قوي، غير الاجوان والله عامل مستويات رائعه والله. لو فرصه كلها اللي بيشوطها دي بتيجي جوان، كان زمانه طلع بشويه نقط. بس كده يا شباب، الجوله دي جوله زي الزفت ما شاء الله عليها، جوله نحس ما فيهاش نقط. بس الحمد لله كابتنة ساكا نجحت معايا، ما هو كابتنة ساكا بالنسبه لي نجحت عن كابتنة هالاند، فالحمد لله حتى لو ب4 نقط. فاضل ماتش ارسنال والسيتي. يعني انا لسه معايا 5 لعيبه، ممكن يظبطوني. انا الجوله دي جوله في الضياع بالنسبه لي، بس يعني هنشوف. وشوفوا برضو في فيديوهات الشورتس، انا هوريكم برضو نقطي اللي جبتها في الجوله دي. اظبطوا لي لايكات، سبسكرايب، شير لاصحابكم، وعايز اوصل ل 1000 و 1400 بقى عشان ايه ابيع توني. اشوفكم على خير.